احنا هنا في سوق المصريين يوم الثلاث عند الحاجة ام اشرف. عندها بقى عاملة اجازات بقى على البول الصيفي، اللي عايزة تعمل اسدال، عايزة تعمل اي حاجة بيتي، بيجامات، في حاجات قماشة كلها منزلة عليها 40 جنيه. ده شتوي ده كمان صح؟ ده شتوي جزء من شتوي، ده شتوي وصيفي. بصي الجزء ده شتوي ب40 برضو، ب40. عايزة اعمل بيجامات ميكس التايجر ده، عايزة تعمل دفاية برضو ب40 جنيه. بص الجزء ده كده شتوي، الجزء ده كده شتوي. نبتدي كده الصيفي بقى. بص الصيفي المجموعة دي ب40 جنيه المتر، ب40 جنيه. بس هنا في مجموعة كبيرة بس تمشي لكل حاجة، يعني فيها لبس خروج وفيها حاجات ده بيتي، فيها بيجامات، فرنجات، في حاجات بقى. دي تنفع للبحر وتنفع برضو، هي كل حاجة ليها كذا استعمال يعني. كل ده ب40 جنيه. والله ما واخده بالك، والله واخده وانا قايله هو انت مش قايله 200 جنيه؟ قلت لك ما ينفع، بس انت خدتي 200 يوم ما ينفعش. انا خليتها هي مش واخده بالها، والله ما واخده بالها. 30 عرفت بقى يجي معاكم يوم ما عرفت يبيع لك. وهنا كمان معظم بيعمل جلابيات والبيجامات والترنجات الإسدالات. فين ال 3 متر دول؟ ما عنديش، مفيش 3 متر. 3 متر؟ بتقول لك هي تقطع منها. 3 متر سيبي 2 ونص. هي 3 الحاجات بتتكلم. خلاص بقى ولم عيشتك. عايزة من الكوتشي جميلة، بس دي آخر حتة. خدها. بصوا يا جماعة، كل ده أقمشة صيفي وشتوي. فرصة اللي عايز يجي يشتري حاجات صيفي، فرصة انه يشتري الصيفي الحاجات دي. خد يا حاج. اللي عايزة بقى تتدرب على لسه متعلمة الخياطة تتدرب برضه تيجي تاخد حاجات برضه، حاجات جميلة أوي. اللي خدها يعني.